السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسراء عادل ودي قناتي على اليوتيوب. هنا هتلاقوا كل حاجة ليها علاقة بتركيا، كورس كامل من الكتاب المعتمد لمعهد يونس امرا، وقصص تركية وكرتون وكمان الاكل التركي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان تعملوا جوين لجروبنا على الفيسبوك ولايك للصفحة وتشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده. يلا نبدأ. النهاردة هناخد ديل بالجسي، يعني قواعد ديل بالجسي. أول قاعدة عندنا هي قاعدة بو شو أو. دي أدوات إشارة. بو حاجة قريبة مني، حاجة قدامي بالظبط سواء شخص أو جماد، بمعنى يقن يعني قريبة، حاجة قريبة مني. شو حاجة بعيدة بس مش قوي، بقول عليها براز وزك، حاجة بعيدة شوية. او حاجة بعيدة جدا، بعيدة عن قدامي تماما، çok uzak. يبقى bu yakın قريبة، şu biraz uzak بعيدة شوية، o çok uzak بعيدة جدا. yakın قريبة، uzak بعيد. تمام؟ يعني مثلا لو أخدنا الصورة اللي قدامنا دي، شايفين الأسهم؟ لو اعتبرنا ان الأسهم دي هي اللي بتعبر عن المسافة، يبقى ده اللي من خلاله هنعرف مين القريب ومين البعيد. يعني نبص على آخر حاجة تحت خالص، السهم اللي تحت ده قريب. شايفين المسافة ما بين البردك اللي هي الكوباية وما بين البنت؟ مسافة قريبة، السهم قريب. تفتكروا دي هنحط لها ايه؟ بو، عشان المسافة يقن قريبة فهنستخدم لها بو. انما شايفين الكتاب اللي هو اللي فوق ده؟ الكتاب والفرق ما بينه وما بين البنت، المسافة مش قريبة، مش زي المسافة ما بين البنت والبردك، بس برضو مش بعيدة قوي، مسافة في النص. فهنا هنحط لها شو، يعني biraz uzak بعيدة شوية. انما شانتا اللي هي الحقيبة، شايفين السهم كبير ازاي؟ فهي بعيدة جدا عنها، فهنا هنحط لها او. يبقى بو bardak yakın قريبة، شو كتاب بعيدة شوية biraz uzak، o çanta بعيدة جدا çok uzak. شايفين بقى الصورة اللي قدامي دي؟ الصورة دي أنا عندي فيها at رقم 1 ده at اللي هو الحصان، رقم 2 كيتشي اللي هي الماعز، رقم 3 إناك اللي هي البقر. رقم 1 مش قريبة دي ولا بعيدة؟ قريبة صح؟ الحصان ده قريب مني جدا، بس الإناك بعيدة قوي، بعيدة عني قوي. شايفين بقى الكيتشي؟ ما هياش بعيدة قوي زي الإناك، ولا هي قريبة زي القط، هي في مسافة في النص. فده بالظبط شو. يبقى الحصان قط هيبقى او، كيتشي هتبقى شو، الإناك هتبقى او. بو قط، شو كيتشي، او إناك. طب ايه السؤال ده بقى؟ انا عايز اسأل عن جماد. ني بمعنى ماذا، بسأل عن حاجة جماد. ما هذا؟ ايه ده؟ بالعربي كده يعني بالمصري كده، ايه ده؟ جماد. ني بمعنى ماذا، بس عن جماد. بو ني ما هذا، شو ني، او ني. يبقى عندي 3 أسئلة، بو ني، شو ني، او ني. بو ني ايه القريب مني ده؟ حاجة قريبة مني. بو قط ده حصان. شوني اللي هناك دي بس مش بعيدة قوي دي، biraz uzak. شو كيتشي ده ماعز. اوني اللي هناك ده التشوك uzak ده البعيد قوي ده، او إنك. فهمنا كده الفرق ما بين التلاتة؟ يبقى بو yakın، شو biraz uzak، o çok uzak. طيب تعالوا بقى نبدل، بدل ما تبقى
ني جماد، نسأل عن شخص إنسان بقى. أداة الاستفهام كيم بتدل عن من، أداة استفهام بمعنى من، بسأل عن مين الشخص ده. بو كيم، شو كيم، أو كيم. اتفقنا خلاص، معنا بو وشو وأو، بس كل اللي عملناه ان حطينا كيم عشان هنا أسأل عن شخص. يبقى بو ني بسأل عن جماد، بو كيم بسأل عن شخص. بو كيم بو علي، وعلي ده قريب مني مش بعيد. شو كيم، شو أمار، وأمار ده واقف هناك كده شوية بعيد عننا شوية. أو كيم، أو أحمد، اللي هناك ده أحمد. طيب أنا عايزة بقى أبدل ما بين burada، عندي بقى لو عاوزة أخليها في مكان، عايزة أقول هنا أو هناك، عايزة أشاور عن مكان بقى، أتكلم عن الحاجة دي موجودة في مكان. عندي كلمة burada، şurada، orada. زي ما اتفقنا burada حاجة يقن قريبة، şurada biraz uzak بعيدة شوية، orada çok uzak. burada bir at var. هنا في حصان، فاكرين الصورة اللي لسه أخدناها؟ الحصان كان قريب مننا، فهقول burada bir at. şurada bir keçi var. هناك كده موجود ماعز. orada da bir inek var. فاكرين كلمة دا دي قلنا معناها أيضا، فأورada da bir inek var. وهناك بعيد كده أيضا في بقرة. تمام، يبقى burada، şurada، orada بمعنى في المكان. عندي مثلا مثال at nerede، at burada. كلمة nerede دي أداة استفهام جديدة، يبقى دي تالت أداة استفهام نستخدمها النهاردة بمعنى أين. أنا عايزة أسأل عن حاجة مكانها فين. at nerede، at burada. الأط فين، مكانه فين؟ الأط هنا. keçi nerede، الماعز فين؟ keçi şurada، الماعز هنا. inek nerede، البقرة فين؟ inek orada، البقرة بعيد هناك كده. بعد كده عندي burası، şurası، orası. التلاتة دول بنعبر عنهم عن مكان، بس مش ان حاجة موجودة في مكان. يعني احنا اخدنا burada بمعنى حاجة موجودة هنا، يعني لما اقول مثلا at nerede، القط موجود فين، مكانه فين، هقول لك قط burada، القط هنا. هي عامة يا اما burada يا اما burada، الاتنين صح، مفيش مشكلة في اختلاف ما بين النطق، burada او burada. burada دي اللي هي بناكل الكلمة كده. burası بمعنى هنا. يعني مثلا لما اجي اشاور لكم واحنا واقفين مثلا في شارع وبشاور على المكان ده وبقول احنا هنا فين، يعني انا هنا فين، burası neresi، انا هنا فين، دي معناها معنى المكان ده فين. مثلا لما اقولك burası neresi، burası bustani، المكان ده البستان اللي هو مكتب البريد. burası neresi، احنا هنا فين يعني، او ايه المكان اللي انا فيه ده، ايه ده ده مكانه ايه. burası bustani، يقولك هنا ده، اللي هنا ده قدامك ده البستان. طب مثلا لما اقول şurası neresi، مثلا احنا الاتنين بنتكلم مع بعض، فانت بتقولي احنا هنتقابل عند المدرسة وكل، فانا هقولك şurası neresi، المدرسة دي فين يعني، مكانها فين. فانا بسأل هنا عن مكان الحاجة. تمام. بعد كده orası neresi، orası مناف. بوني دي أداة استفهام بسأل فيها عن الجماد، إنما كيم أداة استفهام بسأل فيها عن الشخص، حاجة شخص يعني إنسان. بوني إيه ده، بو بالجسيار، بالجسيار يعني كمبيوتر، اللي هو الكمبيوتر الحاسب الآلي. بو كيم، بو همشيرة، دي مين، دي ممرضة.
يبقى اختصارا للي احنا اخدناه النهاردة، احنا اتفقنا عن بوني او شوني او اوني. اداة الاستفهام ني بسأل بيها عن الجماد. بوكيم، شوكيم، اوكيم. اداة الاستفهام كيم بسأل بيها عن الشخص. كلمة نردة أداة استفهام معنى أين، بسأل بيها عن المكان، والإجابة بتاعتها بردة أو شردة أو أردة، بتعني معنى مكان الشيء أو مكان الشخص. أنا فين؟ بردة، أنا هنا. أط فين؟ أط نردة، أط بردة، الحصان هنا، فمكان الشخص أو مكان الشيء. نرسي دي أداة الاستفهام اللي بستخدمها مع نرسي. برص، شرص، قرص دي بسأل بيها عن المكان، أداة الاستفهام بتاعتها نرسي. وبكده خلصنا. اتمنى ان اكون فدتكم، ما تقلقوش هي سهله ما فيهاش حاجه. المره الجايه هنزل لكم الفيديو اللي جاي عن الكتاب، هنشوف موجوده ازاي في الكتاب ونحلها سوا. اشوفكم المره الجايه. باي باي.